واش عمركم شفتوا ولا سمعتوا بشي قاتل متسلسل فعمره 8 سنين؟ بزاف منكم غادي تصدموا وغتقولوا لي اويلي اش هاد الهضره كتقولي؟ كيف ما كاينين قتله متسلسلين في سن الرشد، كاينين حتى اطفال اللي وهما صغار كيدوزوا شي حوايج صعابين اللي كيخليوهم ما كيبقاوش يفرقوا بين الصح والغلط، وبلا رغبه منهم كيتحولوا لقتله ومجرمين. سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى انكم تكونوا كدوزوا رمضان الصحه جيده. ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. معكم فاطمه الزهراء من قناه زوغا بلانيت، هذه القناه اللي كنحط فيها فيديوهات على قضايا بوليسيه وقصص حقيقيه. كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاشتراك وزر الجرس باش فين ما نلوح شي فيديو توصلوا به نتوما الاولين. ودابا بلا ما نزيد نطول عليكم، يلا ندوزو القضيه ديال اليوم. القضيه ديال اليوم غتسافر بنا لدوله الهند سنه 1998. في هذا العام بالضبط غيتزاد واحد الولد اللي سميتو امارجيت في واحد المنطقه اللي سميتها بيغوساريا بيهار. غيكبر امارجيت وسط واحد العائله اللي كانت فقيره وفي واحد الظروف اللي كانت صعيبه بزاف، وما غاديش يدوز بزاف ديال الوقت حتى غتحول العائله ديال امارجيت لواحد القريه وحده اخرى. وبسبب الفقر المدقع اللي كانت العائله ديال امارجيت كتعيش فيه، غيقرر الاب انه يخرج امارجيت من المدرسه. في الاول الوليد مسكين غيبقى يغوت ويبكي ويترجى الاب ديالو، ولكن الاب ديالو كان لا حول له ولا قوه. داكشي علاش غيقرر انه يخرجو بالزز، وهذا الشيء اللي غيخلي امارجيت يدخل في واحد الدوامه ديال الحزن والاكتئاب. وغتولي تشكل عنده واحد النوع من العقد النفسيه، واللي هي انه ما بقاش كيحمل الدراري الصغار اللي في العمر ديالهم اللي تعطاتهم الفرصه ديال الدراسه، على العكس ديالو اللي الظروف ديالو ما خلاتوش انه يكمل القرايه ديالو لانه كان كيحماق عليها بزاف. ماشي غير هذا الشيء بوحدو، وانما امارجيت غادي يكبر عنده واحد الاحساس بالكراهيه والحقد. علاش؟ لانه كيتعرض ديما للعصا من طرف الاب ديالو، لانه كان عنده تبول لا ارادي، وكان ديما فاش كيفيق الصباح اول حاجه كيصبح عليها هي العصا من عند الاب ديالو. وبسبب هذا الضرب ديال الاب ديالو، امارجيت غادي يكبر عنده واحد الجانب اللي عدواني، لانه ولا كيتعدى على الدراري اللي في العمر ديالو او القل من العمر ديالو، وكان ديما كيجيب التبريه للدار وكيخلق المشاكل للوالدين ديالو. يعني امارجيت ولا واحد الدري اللي عدواني وقلبه كان عامر بالحقد والكره، واخا هو باقي دري صغير. ولكن الخطير في الامر واللي غيصدمكم هو ان هذا الشيء اللي تعرض ليه امارجيت من الضرب والقمع ما غاديش يبقى غير في حدود الكراهيه وخلاص، وانما غيتحول لشي حاجه اللي ما اخطر. حيت امارجيت في 2006 غيرتكب اول جريمه ديالو، واول ضحايا ديالو غتكون هي اختو الصغيره اللي في عمرها غير 6 شهور. غادي تسنى حتى تمشي الام ديالو الكوزينه غتبقى ملهيه مع الماكله، وفي نفس الوقت غتخلي البنيه ديالها ناعسه في بيت النعاس. هو غادي يمشي يتسلل، غيطلع على الام ديالو غيلقاها مشغوله. منين غيشوفها لاهيه غادي يمشي للبيت ديال النعاس ديالها، وغادي يقصد البنت، غادي يهزها بين يديه وغيبقى خارج كيتسلل شويه بشويه باش حتى شي واحد ما يرد ليه البال. وما غاديش تصوروا معايا شنو غيدير. غادي يخرج من الدار من دون ما يجيب ليه حتى شي واحد الخبار، وغادي يقصد واحد الحقل اللي كان حداهم وكان مهجور. غادي يحط ديك البنيته مسكينه وغادي يهز واحد الحبل اللي كان جايبه معاه وغادي يشنقها حتى غادي تلفظ اخر الانفاس ديالها. بما انه هو غير دري صغير وما عارفش واش البنت باقا عايشه ولا ماتت، غادي يهز واحد الحديده وغيكمل عليها بالضرب حتى غيفرشخ ليها مسكينه راسها. وقبل ما غادي يمشي للدار اكيد غيخفي المعالم ديال الجريمه ديالو. غادي يجمع واحد المجموعه ديال الاخشاب والاوراق اللي كانوا جارفين في هذاك الحقل وغيغطي بهم الجثه ديال اختو. ومن غيسالي هادشي اللي دار غادي يرجع للدار.
الام فاش غتسالي الشغال ديالها غتمشي تطلع على بنتها ما غتلقاهاش، غتبدا تغوت وتقلب، ما خلات فين قلبات على البنيته ولكن ما لقاتهاش. وزعما اماجد راه ما حاولش يخبي داكشي اللي دار، لا بالعكس غادي يقول لهم انا ديت البنت وها شنو درت ليها وها شنو درت ليها، وغادي يمشي معاهم حتى لهداك الحقل وغيوريهم البلاصه اللي ارتكب فيها الجريمه ديالو. ولكن واخا عاود ليهم هذا الشيء وقال لهم بلي راه ارتكب ديك الجريمه، هما ما غيديروا حتى شي حاجه، لان راه الولد ولدهم، واخا داك الشيء اللي دار ما غاديش يديوه للبوليس وغادي يتستروا عليه وغيتستروا على داك الشيء اللي دار بحال ما دار حتى شي حاجه. وهنا فين داروا الغلط، لان امارجيت ما غاديش يوقف غير هنايا وانما غيرتكب جريمه واحده اخرى. عاود تاني الضحيه التاليه ديالو غتكون رضيع في عمره 9 أشهر اللي غيكون الابن ديال العم ديالو. عاود تاني غيمشي يتسلل بالتخبيه، غادي يطلع عاود تاني على الكوزينه غيلقى الام ديال الولد مسكين مشغوله ولاهيه مع الاشغال ديال الدار. غادي يدير نفس الخطوه، غادي يتسلل شويه بشويه، غيمشي ياخذ الدري من بلاصتو وهو ناعس وغيخرج وما غيوقف حتى لواحد البحيره اللي كانت غير حدا الدار. غادي يهز داك الوليد مسكين وغادي يروحوا في هذيك البحيره، وغادي يرجع السينارجيت دارهم بحال حتى شي حاجه ما وقعات. وعاود تاني منين غادي يعرفوا بلي هو اللي ارتكب داكشي اللي ارتكب غادي يتستروا عليه وحتى شي واحد ما غيبلغ عليه. وهذا الشيء خلاه عاد ما زاد في الفعايل ديالو، ومنين ما تعاقبش هذا الشيء بحال خلاه يقول مع راسو هذا الشيء اللي كندير ممتع وماشي شي حاجه اللي خطيره، يعني بحال خلاوه يزيد يتشجع باش يرتكب جرائم وحدين اخرين. غدوز تقريبا عام على الحادثه الثانيه اللي وقعت حتى غادي يولي عاوتاني يقلب على الضحيه الثالثه، وهاد المره غادي يبعد على العائله وغيمشي يقلب شي بلاصه واحده اخرى. في نظركم اشنا هي احسن بلاصه غيمشي ليها؟ غيمشي عند الجيران، وكيف ديما نفس الخطه ونفس الخطوات. غادي يخلي الام حتى تمشي عاوتاني للكوزينه وتبقى مشغوله مع الاشغال ديالها، وغادي يمشي يتسلل للبيت ديال النعاس اللي كانت ناعسه فيها واحد البنيته اللي في عمرها 6 شهور. غادي يهزها كيف العاده، غادي يمشي بها لواحد البلاصه اللي بعيده شويه على الدار. منين غتسالي الام الاشغال ديالها وتجي تطلع على البيبي ديالها غتلقاه ما كاينش، غتبقى تقلب وغتخرج الزنقه تبقى تغوت بحر جهدها. هنا في الامور غادي تاخذ واحد المنحى واحد اخر، لانه شي واحد من الجيران ديالها غادي يمشي يقصدها وغيقول لها انا ما عرفتش هادشي اللي غنقول لك واش غيفيد بشي حاجه، ولا هادشي اللي غنقول لك واش عنده شي معنى، ولكن راني شفت انا رجعت هاد النهار كان دايز وكانوا يديه وحوايجه عامرين بالدم. والحاجه اللي غتزيد الشك ديالهم فيه هو انه الاخت ديالو ولد عمو غادي يختفيو بنفس الطريقه. الام غتتجه لمركز ديال الشرطه وغتحط البلاغ ديالها وغتقول لهم بلي انا شاكه في انا رجعت انه يكون هو اللي سرق ليا بنتي ودار ليها شي حاجه، ولكن هما ما غاديش يتيقوها وغادي يقولوا ليها كيفاش دري صغير ممكن يسرق ليك بنتك ويدير ليها شي حاجه خايبه، هذا ما كتدخلش للعقل. واخا هكاك غادي يمشيو يجيبوا هذاك الوليد وغيحطوه وغيهضروا معاه، وحتى هو يعني ما غاديش يخبي ولا غادي يحتاجوا بزاف ديال المجهودات معاه، لانه غيعاود لهم كل شيء بالتفصيل من الجريمه ديالو الاولى اللي دارها. هما منين غيبقى يعاود لهم غيتصدموا، غيبقاو غير حالين فمهم، لانهم اول مره غيتحطوا قدام مجرم صغير. والمشكل العويص هو ان الدري يعني بحال كيستمتع بداك الشيء اللي كيدير. منين غادي يعاود لهم هذا الشيء كامل غادي يسولوه شنو السبب اللي خلاك ترتكب هذا الشيء. في الاول غادي يبقى غير يشوف فيهم وما غيقول حتى شي كلمه، وفي وسط هذاك الحوار ديالهم غادي يقول لهم عافاكم انا بغيت كوكيز. وبما انهم هما باغيين يخرجوا منه الهضره اكيد غادي يمشيو يجيبوا ليه الكوكيز وغيحطوا ليه ياكل، وهما كيتسناو منه انه يقول لهم السبب. ما قال لهم حتى شي حاجه، بقى غير جالس كيشوف فيهم كياكل الكوكيز بكل براءه، وهما كيبقاو يشوفوا فيه وكيقولوا كيفاش هذا الوجه البريء وهذا الطفل الصغير يجي في باله انه يقتل. داكشي علاش غادي يقرروا انهم ياخذوا داك الدري ويعرضوه على طبيب نفسي ديال الدراري الصغار، باش لعل وعسى يشوف ليهم واش داك الدري واش طبيعي ولا كان داز من شي حوايج اللي خلاو انه يرتكب هذا الشيء اللي دار. والصدمه هي داكشي اللي غيقول لهم الطبيب النفسي.
غادي يقول لهم باللي امارجيت ملي كان كيرتكب هذوك الجرائم راه ما كانش كيستمتع بهم، وانما راه كان كيكون حزين. والحاجه اللي زاد صدماتني هو انه قال لهم باللي راه امارجيت ما عندوش الادراك ما بين الصح والغلط، يعني ما عندوش هذيك القدره ديال التفرقه ما بين هذه صحيحه وهذه غلطه ما خصناش نديروها. وهذه القدره ديال التفريق ما بين الخطا والصواب راه كيكتسبوها الدراري الصغار قبل العام ديالهم الثالث، يعني قبل 3 سنين، وهو كان عنده شي خلل في هذه الوظيفه، يعني ما اكتسبش هذيك القدره. غياخذوا قرار بانه ما يمكنش يتحكم عليه، اولا لانه باقي صغير، وثانيا لانه كيعاني من امراض نفسيه او لا امراض نقدر نقولوا عقليه. ما غاديش يدخل للسجن ولكن غادي يصيفطوه للاصلاحيه باش يتداوى، وتما غيشرفوا على الحاله ديالو. ولكن واخا هكاك معظم ديال الوقت كانوا كيحبسوه بوحدو في واحد الغرفه، يعني ما كيخليوهش يحتك مع الدراري الاخرين لانه يقدر ياثر عليهم او لا يقدروا ياثروا عليه. غادي يبقى في هذاك المركز حتى غادي يوصل 18 عام، وتما فين غادي يخرجوا اقوال بان امارجيت ملي خرج من هذاك المركز وخرجت عليه بزاف ديال الاقاويل انه دابا كيعيش في واحد البلاصه اللي مختلفه وغادي يبدل حتى السميه ديالو، ولكن حتى شي واحد ما عارف فين كاين وحتى شي واحد ما عارف شنو كيدير. وشي وحدين اخرين كيقولوا بانه بقى في هذاك المركز، بقى طوال الوقت منعزل على راسه حتى لواحد النهار وهو يقرر انه ينتحر. والاغلبيه كيقولوا بلي هذه هي النهايه ديالو. كنتمنى ان شاء الله ان الفيديو ديال اليوم ينال على الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من التعليق او من اللايك، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.